شكون نخسر لما نساند الصحراء الغربية. الصحراء الغربية راه فيه اليوم نص الاتحاد الافريقي معترف بها، فيه ما يفوق 55 دولة معترفة بوب 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 بوب. شحال من دولة معترفة بواش؟ بالجمهورية الصحراوية. سامحوني يا جماعة، فيه ما يفوق 55 دولة معترفة بالجمهورية الصحراوية. تعلمنا نواجهوا ونواجه ونزيد نواجه. المبادئ تاعنا هي المبادئ. 55 دولة معترفة وتبون المشكل تاعو ما عندوش هذيك تاع يحبس يعاود يدور لسانه يعاود يراجع. تبون مباشره يلغوكول با تبون بوغ صوتي، يصدم برك، يصدم بكلش براسو بكل شيء. يا عبد المجيد تبون، يا لما تتكلم ضبط نفسك. قال لك 55 دولة تعترف، كان ممكن قال يعترفوا بالبوليساريو، ممكن نفوتوها، راه صرالو خلط منا. 55 دولة تعترف بالجمهورية العربية الصحراوية. وين راهي ال 55 دولة يا تبون؟ تبون ما على بالوش بانه في 2025 العدد الرسمي يعني اللي باش نجمعوهم ونهزوا مواقف لا ندري اصلا اذا تغيرت ام لا، رانا في حدود ال20. انا اخر جمع في حدود 18 دولة. لكن نعطيو حنا الرقم الاقصى، تعرفوا اقصى تقدير كم هو في 2025؟ 35 دولة. لما كانت غانا سحبت الاعتراف، و35 مبالغ فيه، الرقم لا يتجاوز 20 دولة. والدول تعرفوها، ها كوبا، ها حتى ترينيداد وتوباغو اللي دائما نستذكرها، لا اظن انه عندها اعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية. معناتها علنا امام الناس امام العالم تقول واحد يقول 18، واحد يقول 25. لا، انا اخر جمع تاعي 18، وهم كاين اللي يقول لك في حدود ال20. لا يهم، المهم ماشي 50، مستحيل. معناتها ما كفاش التضخيم تاع الارقام تاع الشهداء وغير ذلك. الان ولينا لما الدول المعترفه بالجمهوريه العربيه الصحراويه نضربوا في 5. هذا امر معقول يعني؟ صراحة الكلام تاع عبد المجيد تبون يعني لا قيمة له. وكاين جهات أيضا نحطها في القص وغير ذلك يتضح بأنه هناك رغبة في التخلص من عبد المجيد تبون. كاين جهات حتى محيطة به رغبة في الانتهاء مع عبد المجيد تبون.